النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عالما في أي علم، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان هو المصدر الأساسي لكل علم. إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عالم نحو مثلا، ما كانش يجي يقول لك ده فاعل ولا مفعول ولا مفعول به ولا مفعول معه ولا مفعول لأجله ولا فعل لم يسمى فاعله ولا ممنوع من الصرف ولا مبني للمعلوم ولا مبني للمجهول ولا حالة تقديم المفعول على الفاعل إذا أمن اللبس ولا كل الكلام ده كله. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عالم صرف بحيث يقول لك الإبدال والإعلال والكلام ده كله. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عالم بلاغة، مش يجي يقول في يوم يقول لك إيه دي تشبيه ولا استعارة ولا استعارة مكنية ولا جناس ولا مقابلة ولا بديع ولا معاني ولا مصطلحات علم البلاغة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عالم تفسير بحيث يقول لك ده تفسير تحليلي ولا موضوعي ولا شامل ولا أي حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عالم حديث بحيث يقول لك مثلا ده حديث صحيح ولا حديث متصل السند ولا ضعيف ولا أحاد ولا مصطلحات علم الحديث ده كله ولا الكلام ده كله على في علم الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عالم توحيد بحيث يجي فيهم يقول لك مثلا دي سمعيات ولا غيبيات ولا ما يجب وما يجوز في حقه تعالى ولا اللي ما يجبش ولا يجوز في حقه تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عالم منطق ولا فلسفة بحيث يقول لك مثلا الجملة دي كلية ولا جزئية ولا كلية جزئية ولا يعمل لك مربع رسمه وقاعد يعني عليه الصلاة والسلام. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المصدر الأساسي لكل العلوم دي كلها. يعني في الحديث النبي هو مصدر الحديث اللي احنا عملنا عليه العلوم دي كلها. في التفسير الأحاديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو المصدر الأول للتفسير. يعني احنا أي آية كده عايزين نفسروها بنشوف النبي قال الأول فيها خالص، وغير كده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قدم القرآن للناس وهو اللي طبقه وعمله وهو اللي فسره للناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أفصح من تكلم باللغة العربية، لذلك كلام النبي كله من أحاديث ده مرجع عند علماء اللغة وعلماء النحو والصرف في فصاحة الكلام وفصاحة اللغة بجوار القرآن، يعني بعد القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكتر واحد تكلم بالبلاغة، يعني كلام النبي كله بليغ، ما فيش جملة قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش بليغة في ألفاظها ومعانيها. النبي صلى الله عليه وسلم هو المصدر الأول لعلم التوحيد، هو اللي علمنا التوحيد وعلمنا الأمور دي كلها. يعني إيه اللي عايز أوضح أنا من الكلام ده كله؟ النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورث الأنبياء، والنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عالما بمعنى كلمة عالم يعني في العلوم اللي احنا عملناها دي، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أول من استخدم العلم ده، يعني أول واحد أو أعظم واحد استخدم العلوم دي كلها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق الصرف والنحو والبلاغة والتفسير والعلوم دي كلها كان يطبقها على أرض الواقع في أفعال وأقوال. إحنا جمعنا الأفعال والأقوال دي وعملنا ليها علوم وصنفناها ومصطلحات علشان نعلموا الناس الشباب اللي طالع جديد في الدنيا بحيث يطبقوا الكلام على أرض الواقع زي ما النبي كان يطبقه على أرض الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أفعاله وأقواله كلها دي أساسا مصادر للعلوم اللي إحنا جمعناها دي وبقينا علماء فيها، والناس بقت علماء فيها، وده عالم في كذا وده عالم في كذا وده عالم في كذا من العلوم اللي النبي طبقها على أرض الواقع. النبي كان مصدر تطبيق وفعل للعلوم دي كلها. جمعنا العلوم وعملناها وصنفناها ودرسناها للناس بحيث الناس زي ما قلت كده تطبق الكلام على أرض الواقع زي ما النبي كان يطبقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقال عليه عالم بل يقال عليه أعلم، يعني هو أعلم واحد بالكلام ده كله من غير ما يتكلم ولا يصنف في العلم، بس اللي احنا مسكنا كلام النبي ومسكنا أفعال النبي وعملنا منها علوم وصنفنا منها تصنيفات وجعلنا منها مواد تدرس بحيث نتعلم منها ازاي نعيش زي النبي عليه الصلاة والسلام وازاي نتصرفوا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام عايز الناس تتصرف.